السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيث ماذي سما إذا نخي ضفان خذ أنت مزيغ تماني متجام ذخري ثماث الناخ نخبار ريث ماث الناخ نقراوم رمضان مبارك سعيد ونطحب الزيوم مار نغنيخ البرنامج نوام تفاوت نوراوم الحلقة يا نهار أيث ماذي سما عزن أذيسن السيور خار رشوث سويني غتيري سدو يسم آفة الرشوة فقمة كينخ انظار المحاوران في الفقرة الحلقة يا نهارا هادغاو من ذور باش نسيور بتفصيل ذي الموضوع ان شاء الله. الله تعالى قال القرآن سماعون للكذب أكالون للسحت والعلماء قانخ السحت هو الرشوة. توصيلنش خصنا تشان طريقين ثاني تيرينا داخل الدوسي باش ديال صافي تفهمني ما غنشوف كيغبو المواطن قصر من شي قاصد يا عبي تقتا مني حومه تكسيت الرشوه وزما خاص نقضى الا ما نقضى خل العوامل اللي تسببن ذي الظهور نت ايث ماذي يسمع الزن يخضر السيور نهار هذا الموضوع عن الرشوه يجن ظاهره انتشرت تزي المجتمع ناخذ الظاهره تاع فن تصوتس ما يميلي ان خمي تنتشر رشوث وتغيمي بو الثقه جاي وذان وتيري بو المحبه جاي وذان يدور بنادم دير خدمه الناس غاتفد زي ثواث تفخ اداره عموميه كمواطن تفخ الموظف يتحسب ديجو خدام غاك هذا شيء دا الواجب نشد تحترم السلام عليكم باش تجي وما لاباس كذا امين يخصنا امين يخصن باش تقن الامم النغريه يجن شويه متقدمه واخا غاسن بودين للاسف الشديد خمي غاس تفدي خزات ذيك ثوث غاس 10 فين 20000 في توارش الطوريقت تزكوختني تزيزاوت وهذا ستبيني بو مواطن انسان مكرم استاذ اخوه مواطن عادي من مثل ما يميل ان السنو من اسيج التربيه تاع فانت انا هني غير فانا ديك شن الشهاده ناخذ يعزو شان الرخصه نخشن حجت يخصها اثي ذهن مرا والتدهين ذويقوا فما نيا ما يسمع الزن ديج المرض ضعف في المجتمع النخ سوين نسمح ما نخمر نسور شويه الحرقه خدقان القضايا الاجتماعيه ونخضار البرنامج غادي يتناول لرمضان المبارك القضايا الاجتماعيه ذا تمسان يعني يزيد حسه ديال المجتمع النخس والطاس فالظاهره مثلا نهار شويه ما يسمع الزن خمين التذ الخدمات الاساسيه مثلا تذف ديال المواد الغذائيه والسيد من تتذ لان بنادم هذيك شهر شوث ديري حاجه تاع ذوخس في تشا واخا ذو خاص لاضات كذا يقارا سوا زنزوها معليش وايد زريض واش زريق المهم زنزوها لكن زنزوها مي تغيش الشغل نغني غادي يرقش التسمم شان المرض شان الميكروبات الجراثيم هذه يمث قشط انغذاء الروح ما يمي لانك تفضى رشوث فممكن وني تفنى رشوث هذه ساهم في قتل النفس غادي نغار الروح والعياذ بالله تعالى ثم ذي المجال الصحي عاود تيري الدواء وثعدو خاصن في تشانيخ كذا وشا سواها سعدوها قد يمث تشد سجن الدواء تجيبوا الناس الدواء اللي يموت قد نقذ بنادم ما نوكش سوا تفضارش وتسعدوه للمواطنين يمكن المسؤولين اخاك يغفرن ولكن الله سبحانه جل وعلا قيزريش فلنتقي الله سبحانه وتعالى ثم القضيه كذلك الاقامات السكنيه رخو مجلس قانا السكن الاقتصادي زنوزان العماره ذي 20 30 40 شقق مزيانين إقارة شقة خدمة خدمة مليح آقا مجلس قان اثنين باويتا ثنيخ باويتا وزين جديد قضي سخنش التنسيمة خميني غدا حدا تزيد غد وتكمير ذعام أتفذ قيولا ني القبس ني وضاد أتفذ بينتورا ني تقشا لوصل ني تقرعت وزدري عشا ركوازين وضاند ثورة كذا مرة منايا زير غش رغش نميزي غاسي وضن صار رشوث كشاس المهندس كشاس ذي هذه الوكاله الحضاريه وكشاس ذي هنمو يوطاشرون كشاس كذا ويتحن ضحيه المواطنين دروس الزلزال توضد العماره اللي تكمر شحال غير نغواني تنقوذان هذه نغل العشرات المئات تنقوذان مينزي السبب دار رشوث اما ما رانو المحاكم يجي المشكل ضم قرانا في التزوير ذي الملفات رحقناش تكسناش تيشنتي الجنغري مينزيوني غاس 8 شكوا غاكشا هذه وشهر شوث الى غير ذلك هذا شيء يعبح القضيه هذا شيء ويثموات هذا شيء فمن يتساهمن ذي ماني ما يسمع الزن هو السبب مزوارو خميني انت قمشاني يجي الرجل غير مناسب انت كي مشان وتجيبو ذا مشان الناس يوث ذي النيران تصار شوث اني خدم ميسن فران باك صاحبي السيد فند ذي النير ماني ما يسمع الزن يتاثر الطاس ديال المجتمع وذمانيا يتجن الاحقاد الكراهيه العداوه ديال المجتمع سويني يخصها غادي نهار الربار انباع هذه الظاهره يتجن تعفن الطاس ما يسمع الزن ثم تينو قمه كينخ
باش انظر المشهد التمثيلي وضعوا من دوري ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. مليح واش بخير؟ لاباس لاباس. سوجتي الله يرحمه والدين الدوسي نيه. من الدوسي؟ الرخصه شنو انا هنا؟ الرخصة؟ واه الرخصة الدوسي نمشي نقص. مين اسي خص نعاود؟ الدوسي نمشي سيدي خص نمشي نطوريقين. ياك نهار نيت وريتي شنو طوريق تا مزيان ثنيتي يا وليدي تا ويغا كلشي ثنيتي شي سيمانه هذا غدا في الرخصه توجد. اسيدي شوف ني غاسي المدير كذا إني ماشي خصن إني يقاد الدوسيه خص تا طوريقين. ملي تيخص نعاود الله يرحم والدين ما ديتش الحاج تينايث ويخص ابو يتويت التارديد. نيشان غاك راح قود فهمت. مامش الدوسي نش خص نمشي طوريقين ثني تيرينا داخل الدوسي باش زعما كذا غادي يالف زعما. وين يا مني يا صاحبي واش رز كوامين شي كواغ تعاقبه. روخ الدوسي شنا واه يوجد يعذر واه شكون تستحيل زعما ما يمينش وتجيبو ذا مسرم وتجيبو مواطن ياك ميزاجي طاربي تكثيه من نحو تكسيت الرشوث اشي هضار بي قاثني وتجيبو دار الرشوه. يمين تاعنا زعما ثني قد كنت ثقفوس قاثني غاد الهديه وها الهديه ما راه خص غادا شتوش خص الخاضرين اما ثاني تلقى ناس الرشوث رخو ما راه تخص هذه توش الرخصين وشيت ما راه تخصص دعي خشي سيدي ربي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخرج هاقشع الرخصه هاقشت اغاش سيدي هاثي وريقين. لا حول ولا قوه الا بالله. سامحنا غاودي سيدي سامحنا. اي حيث ما يسمع الزمي كيخزرني بالخوعه ديش المشهد التمثيلي ولكن مين توقع عندي الواقع النخ كتار زمانيا سوطس وما خفيه كان اعظم. يجي المواطن يوظف دغيا يجي الموظف يهزوا الرخصه الناس الناس رشواغض النشا قوا وكمير نشا خص نشر رشواغض توريقين الناس ياك نهار نيت ثني ذي من دغثاوي ذا من دغثاوي ذي توريقين التاني مره فما يجي المشكل. اي الناس ما هذاك قد تفهمني غيازو تمجحتو فوس يسقى بين قوسين ربعه ذي قارس القهوه المغاربه قانس خصني القهوه الرشوث تغي مدار الرشوث بالدراسي اسم شكاس اسمي ثنويد اسمي خسد تغي مدار الرشوث خمي غادي يدخل اداره النخت في الدين شي غنبه بلا حول ولا قوه الا بالله وقا خشاوه ذي طار والنحرار ذيني المؤمنين ديني مزديقه ذيني طار والنحراري تقن رخا تعاوني وذا غاتا فتن عام شي خصنا ومينو يتسيدي النس الحلال يتترحرر النس ولكن ذيني ربعه هذا ومينو عزن اش تغير شكل كواسيني واثي خبابس ويجيبو يخدم ذيني المصلحه الوطن ذو المواطن المصلحه البلاد ذي العباد. لذلك كيف ما يسمع الزن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجديوس هذه الحديثه ولا يجي السيد يكلف يدقيج المسؤوليه استعمل رجلا على صدقات بني سليم فلما جاءه حسبه قال من سيدنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من سيدنا قال هذا مالكم وهذا هديه هذا مالكم وهذا هديه يعني وريت واحد سدار غلوه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. ونتا الناس ونتا ذكرانهم ونتا الهدية الناس ما يمواثق قيمة
ذي تدات من باباش ديماش اتزاد ماذا جداو ينشان الهديه قاك شيناش الهديه ني بوركي قانس واني مسؤول واني تقدي المنصب قاثني دار الرشوث اذا هانيش باش ما نغني ميت غيس شي ناقش غادي ندو الصحافه كي تستعدوا ديج نهار الرخصه عافاك الله يجازيك بخير كذا واخا ناقصه تستعدوا ما يميه قيقاش يعني مجلس نقان الشينا ثم تجحت قعديس راك العجينه قعديس بالسيف خدني غتستعدوا فما رقش ديشان الاداره عموميه نخديشان الشركه ماني ما تجي يخصها تتقي الله سبحانه جل وعلا رخو يمكن السند من قانينا كذا تعورض ولكن يوم القيامه اتزاد اللعنه الله سبحانه جل وعلا ذي العذاب من الله سبحانه وتعالى لذلك ايث ماذي يسمع الزن يخصها ادنى الربار قبل تعذو الوقت وانت تطور حرام وانت تطوار رشوث وانت الشيبور حرامي فاميليه النختار والنخ باش نلقى رب العالمين سيجو غنبو بالصفا وتنقيش يوم القيامه سيجو عدي سعام ماس الحرام ذي السيم السيخ ذاخر والعياذ بالله تعالى ايث ما يسمع الزن قمه كينخ انظار الاراء نيث مثنخ المواطنين ذي القضيه وضعوا من الوري ان شاء الله تعالى. بالنسبه للظاهره نار الرشوث انت ذيجن الظاهره تظهاد ذي المجتمع كنتيجه يجي متصل العوامل النغني سببت ذي ظهور الظاهره يا ثانيتا انت ذي الحقيقه تسمى ذي جن ظاهره وزمات تنخص كيج المجتمع كيج المجال ذا مزيان وها انت ظاهره معقده تنقرنت تساهم ذا يتصل العوامل يتخصص يجن تشخيصي يعني اجتماعي شامل ذي يجن تشخيص دقيق جدا باش نحدد المسؤوليات من كل طرف. هي من الناحيه الدينيه محرمه ممشينا الله سبحانه وتعالى ذي سوره البقره يعني تحريم مؤكد وكذلك السنه النبويه او الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى ان اللعنه نسيد ربي تنزد خوني تعطاني رشوه وني الرشيد المرتشي نشتوري على انه الظاهره نشوه تسمى خصاص اتيري اجل المقاربه تيري يعني شامله جار دراسه اولا دي التربيه زيد مزيان اتيري كذلك ذي الدعث يعني الوالدين يخصها تحس نتعاون سنة على انه ثاني تتي طاب ذي الانسان يعني سلوك وجبو سوي طاب يجن الشخصيه يعني وجبو تقوى وجبو على صراط ثم تنخشنان فعلا ما مش نسرا الظاهره الرشوه ذي مجموعه من الاسباب يسقوا الظاهره يتعفنت ولكن في كل الاحوال يتغيم الانسان مسرم ذا مسرم ويزمار ذي ينسلخ المبادئ ذي القيم الاسلاميه ويزمار هذه مع مسار الرشوث لانه هو غاصب شان العذر وفعلا ما مش نسرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الراشي والمرتشي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وفي روايه والرائش وهو السعي بينهما اي الرائش الذي يمشي بينهما الوسيط اللي السكوض نزير راشي غير المرتشي بمعنى ثلاثين يوذان ملعونين ذي القضيه نار شوث راوني غيتش نار شوث راوني غيتطف نار شوث راوني السكوض نار شوث يقارس ايواقش او يتقدى هذا شقضي الغرض اللي ثنهر ما واحد الدين يتشاس مثلا 100,000 يتحقق الاداره يقارس شوف قشيش السيده مش قد فاميليا قشيش 20 30 الف قضيه الغرض ثم غير يتقيد الكفوس فردوانيتا يمكن وايكي شق عادي الجيب يسيوضوها هو ملعون ران تقذي العنايه سميت عن العنايه ايها الاحباب اللعنه هي الطرد من رحمه الله سبحانه جل وعلا يوم راه يزخك ربي العالمين زيار رحمه الناس ماني غادا حد ماني غادا حد العقاب جهنم الحساب نسال الله السلامه والعافيه من بين الاسباب ايث ما يسمع عز الاسباب يعني في الحقيقه وزمارا ان تنحصى ان المشكله ذا قديم الطس ولكن ادني ضارب عن الاسباب من بينها ضعف الوازع الديني السيد ما عندوش ضمير وغاسبو الضمير وديار الخباي الدين وغاس وازع اخلاقي وغاس مثل يتفنوا شي قارس هاوي دواها يتارغوا عدي سوا ثم قله التوكل على الله بنادم يتقود يقارس يوا ابح 500,000 في شهر غاري غابعي حنجان 50 حنجان مين دي غاثق يا داني خشويت نار شوث كذا غتصيوض غير مليون غاري الشراء غاري كذا خصوصا الموظفين البسطاء يخدم ديال المؤسسات الحكوميه يعني شبه الحكوميه الابناء الى غير ذلك ثم الطمع ذي الجشع
حب الثراء السريع. يجي المشكل نغني نضوع في الوعي، غنخضوع في الوعي ديال المجتمع. إذا واغرين غادي يدخل الاداره غادي توري كاربه القسطيم قارز قشن حاج تقمرا كذا ماريو هذا شي قانون شي شار رخصه نشر شواغ نش شني فيرما الى غير ذلك حتى حتى تدعيد خاصك تغويث ما مش نزر هذا المشهد التمثيلي الخوعد اذا دايس يسشنا السزيزه وتي الناس واصفر شواغ نشقين دماره يفيرما السن رومي يطفي الناس والله ودي وتسدحيت الشي حرامي ثار ونش يبدا يقار سمحي يو عند الجبو انا اخصي وظني يوذانا الحرجه نحترم شويه تخفنخ نحافظ 5 دقائق ماء الوجه. لذلك مره نتحمل المسؤوليه ما مشي زي الاسره زي المدرسه زي الاحزاب زي النقابات زي المسؤولين الشعب مره نتحمل المسؤوليه كوريجنا يحظى في الناس ما راه يخضعوا نغني يسمح لي المسؤوليه اش كان بعدا راقب يخفنش. فما يميقخ منايا ايها الاحباب لان الرشوه توجب جن حاجه التمزيات الرشوه زي الكبائر يعني يجن الذنب يجن المعصيه طام قرانت الله تعالى قال القران سماعون للكذب اكالون للسحت والعلماء قال السحت هو الرشوه من يعني السحت السحت تدار الرشوه والعياذ بالله تمسي. يقول تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. قد تتثن بالاثم الاموال النيوذان كني وتسنم الا حرام تطمضي الحرام فهذا لا يجوز. اثم يسمع عزا يخصن السن بانه اتتدار رشوه حرام اتقبر دار رشوه حرام اتوش دار رشوه حرام اتيسيد اتخدم الوسيط اتيسيد دار رشوه التويد زير راشي غير المرتشي حرام ما نسني الله حرام ان تقى الله تعالى والني يخصنا هذه اتقى الله تعالى قد يوي رخبه هايث ما يسمع عزا قمه كينخ انظار الاراء الاسئله يث مثلا المواطنين هذا غاو من دوري ان شاء الله تعالى. ثاني تاتي ديج المسؤوليه مشتركه جارت تصل مستويات الاسره نتاح غا الشارع نتاح كذلك غا مدرسه وكذلك حتى غا الجامعه لانه نستنى على الجامعات تيشان كفاءه تيشان اوتوري خصها تستنى على انه ثنيج المسؤوليه من بعد ما ندمجن ذي سوق العمل وزما خاص نقضى الا ما نقضى العوامل اللي تسببن ذي الظهور. المؤسسات الجمعيه هي مؤسسات مثلا الدوله مثلا دور الشباب الفضاءات سواء تغى الفضاءات من الشباب فضاء النساء فضاء الطفوله كذلك الاحزاب المؤسسات نغني النقابات الجمعيات المجتمع المدني خاصه الجمعيات يتنشطن دي مجال تربيه الطفل لانه نهاني اذا الرشوه باش يعني خاص نقضى تذي يتغيما طبعا يجي الحلول ضم قران المواطن خميته في خفنز ملزم يعني غادي شهر رشوه هذاني توخاتني ذا سحاره وزما هذه يمثل لي الاوامر نج. إذ ما يسمى ما مش نسرار خو عاد مرة ما مش نزرا ذي آراء نقيث مثلا المشاهدين القضية نارشوث القضية تم قرانت سويني مرة نتحمل المسؤولية ذيس وفي الحقيقة أول مؤسسة نهمليت ونقيمش ننتهي لذيس وذيني غنرمذ المبادئ القيم الإسلامية الحقيقية هي مؤسسة الأسرة. فالأسرة تثي جنت تمزواروت يغيسرم ذني ثار والنص زي ثمزي بان الرشوه حرام غاك حيد قد حاقض ما مش تغادر خسر ماذا الوالدين ناخذ ذي ثمزي والسناير ما مش نسري يقوم مثنخ كذلك المدرسه خصها طاباغ يحنجان قيم اسلاميه ذي المقررات الدراسيه غاديين الافات الخطيره قال الرشوه حرام نصم غازي ثمزي وتجي غير غايم غادي النبي يقمنايا نسمى الاشياء مسميات الناس. ثم كذلك الجمعيات التوي المتخصصين التوي العلماء التوي الاساتذه هذا لجنه القضيه غادي التحسيس خاصه الجمعيات ما باش نسرا يقول مثلا يتهتم الطفل الطفوله لانه من شبع على شيء شاب عليه قمريكات زيت مزيخ التربيه اللي مني غيشاب مني غيكمر فما مشينا الحقيقه المسؤوليه تم قرانت المواطنين لا المسؤولين راه ماره التصدار بالعالم اذا خي هذاوها لا المؤسسات الرسميه لا غير الرسميه لا الشعب يجوا مثلا اذا القضيه ضروره ذيني ربعا الاخوان تحجج القاعده المعروفه الضروره تبيح المحظورات ولكن قاعده ثانيه خاص يجي مجموعه الضوابط الشرعيه ضوابط كثيره ما نسيو اخر وقت بعد غني ذا غرب عاد. اولا ان تكون الضروره قائمه بالفعل
لا متوهمه ولا منتظره ولا متوقعه. خصها تيري الضروره ني قائمه تجاني شان وتجي قنتوهم وهانيخ عاد واث تجيريخ كذا. والثنايين ان تكون الضروره ملجئه بحيث يخشى تلف نفس او تضييع المصالح الضروريه، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وتجي الحاج الطمز ديالتي وقعت غير مضطر حق الضروره، لا بالعكس. ثم والثلاثه ان لا تكون للمضطر لدفع الضرر عنه وسيله اخرى من المباحات، يعني والتيفذ والو بل عند خاك ثوره مره. والسابعه ان يقتصر المضطر فيما يباح للضروره على القدر اللازم لدفع الضرر ما يمي، لان القاعده قيدت بقاعده اخرى هي تقدر الضرورات بقدرها. الضروره تقدر بقدرها، واش الحجم نسوها وتجي. خمسه زي الضوابط من القاعده ثانية ان يكون وقت الترخيص للمضطر مقيدا بزمن بقاء العذر، لانه مثل قال قاعده نغني اذا زال المانع عاد الممنوع. زيد قاعده نغني اذا زال الخطر عاد الحظر. قاعده نغني ما جاز لعذر بطل بزواله. بمعنى هذه قواعد اخرى وتجي الضروره تبيح المحظورة. ثم ان يكون الضرر في المحظور الذي يحل الاقدام عليه انقص من ضرر حالة الضروره. وتجيش نحج الضرر نسكتا زيت النغري السزة، مش لو مثلا الاكراه على القتل او الزنا، فلا يباح واحد منهما. ذني ثم سري النغني ايثم ذي سمع الزن في الحقيقه، ولكن ما مش تقارج القاعده النغني ثم سمع الزن الضرر يزال بلا ضرر. اما غتكسب الضرر هي وانكيش سويني خصها نصحح المفهوم ايثم ذي سمع الزن. بالنسبه لوسائل محاربه الرشوه مثلا خصها الوسائل ما مش مره نتحمل المسؤوليه، لابد تيري يجي الرقابه ذاتيه بعد ديري الضمير الانسان الوازع الديني غير اذا غادي يري موجود. ثم خصها غادي يجي الميثاق شرف نخي يجي المدونه السلوك اخلاقيه دي مره المؤسسات نحترم المدونه ذا الميثاق الني. ثم يخص الموظفين هذا سناني شويه دي ماندا اسنك شي ماندا ان غيجنا السدحان الطفنا الرشوث. ثم كذلك بنادم ما يخدم سجن الروح من العمل يحس بانه قيت انتمى غير الوطن، يخدم الدوله باش تقيم الدوله، ويخدم الامه باش تقيم فعلا ديجن الامه مكرمه. ثم يخصها المتابعه المحاسبه الفحص السجلات انظفار خدام مرمي يوظف مرمي فاغ ما دينيش التزوير ديال الملفات ما ديني الى غير ذلك، وحدات المراقبه داخليه وخارجيه. والو قع بنادم يوقع يستدحى يتو الا قارب يتوارث انك شويه كاميرات انك شويه الى غير ذلك. ثم غننشر الوعي جا المواطنين، لان الوعي التربيه ذي غيساهم ذي القضاء الظاهره. اما القوانين وها مرض القوانين وها ذني التحايل ذني ضحري مش ذني الى غير ذلك. ثم غنبعد المحسوبيات الوساطات الزبونيه احق باك صاحبي احق شكينو احق كذا تيمسلاينا خصنا نتبع هذا يثما يسمع عزن ايثما يسمع غنخشى الاسئله تفاعليه تسنغ نبدا الصفحه البرنامج. انا خزاري جو سقسي يجو مثلا خيقار هل اعطاء قدر من المال لقضاء حاجه يعتبر رشوه؟ بنادم يعني هذيك شويه الثمانيات هذه قضاء الحاجه مضار رشوه يمين تاعنا قد مشي الثمانيات مثار رشوه. العلماء ما مشنا لنا الخعاد اختلف ذي الضروره، ولكن شدن ذي الامر الطاس قد شكتني الحاجه وها قثاني تضروره ما اختلف ذي الضروره من غنيني اخ الحاجه. المسلم في ذي المواقف ثينا يخص غادي شويه صارم رشوه حرام صافي ذو النتا. لذلك يخص غادي بعزي الشبهات، هذه بعزي الشبهات، هذه بعزي الحرام، هذه بعزي المسرينا. حاول ما امكن استدلوات متي واش توقع والو ارزق نشي ضمناش الله سبحانه وجل وعلا النهر ما تكشي دار شوث. السؤال والسنين قالوا مثنخ ما قول الشارعه اذا اكره شخص على الرشوه؟ السيد كي خصم بالسيف هذه وش الرشوث من تلقى الشارعه هذه منايا والسنخ ما اسم بالسيف يعني ذي الاكراه حقيقي اثنغان نخ كذا والسنخ من يخص ناس الاكراه. ولكن الرشوه قرر بعض العلماء انه مراي الانسان اوبليغان تذيك الثمانيات على اساس هذه نجم زير موكتني خد يعري يجن حق الناس كسناس جوز بعض العلماء ثمسره ثانيته ونانا شي تيري الاثم خوني تيطفن وني تيكشين وخاص تيري بالاثم.
ويسد الأثر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان بالحبشة فرش بدينارين حتى خلي سبيله، وقال إن الإثم على القابض دون الدافع، بمعنى يكشاس لي جدنين الدنانير باش هذا صاخون تغطفنت ويناس بأن الإثم خوني تيطفن، أما ونيتي يكشي قيا الزور حق الناس قد يعروها، ولكن الإنسان ويكسيشا تمسرش تعالى أساسا هذا الرخصة وش حذيوش، لا إن حرام حرام، والله سبحانه جل وعلا أعلى وأعلم. أي ثماذي اسمين وعزن أردني تنطبق ذاك يوم أو نقار تخرصت ثانيتا أرغى نمسق هذه جيجن حلقة نغني نقارا ومذوم يقار بالبركة أخو محيض ربي الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.